كان نفسي اعمل معاكم فطار من زمان، فاستغلت يوم الجمعة بقى وعملت فطار. لان احنا بصراحة ما كل واحد بيروح في دوامة بقى كده في حاله. فطبعا اللي بيبقى في البيت انا، وان كان بقى مرات ابني، بنتي هتسافر اهي، ربنا يوصلها بالسلامة، هتمشي عندي زيارة يعني وماشية. فبنفطر ايه بقى، ما بنهتمش ان نعمل فطار. فانا بصراحة ما استغلت يوم الجمعة دي وقلت اعمل فطار واعمله مع حبايبي كده ويعني فطار كل بيت، يعني موجود في كل بيت، يعني الناس كلها بتعمله. بس انا بحب الطعمية البيتي، بحب اعمل الفول في البيت. بنحب الحاجات البيتي يعني ما بحبش اروح اجيب طعمية من بره ولا فول ولا الحاجات دي من بره. وطبعا كل بيت فيه كبة بقى الوقت برضو، مش هنحتاج مكنة فرم ولا حاجة. وهنفرمها في الكبة، بنفرم الفول الأول ونرجع نحط الكرات المصر عليه. وعايزين بقى بعد ما تفرموا وتخلصوا وانتوا رايحين تحطوا في الزيت بقى، عايزين تقلبوا فيها شوية كزبرة، قلبوا كزبرة خضراء. الزيادة عندكم هتعينوه بقى في الفريزر. انا اصلا مش مكترة، وفي نفس الوقت برضو الزيادة نعينه المرة تانية وكده. عبات كيسان، والباقي طبعا عملناه بقى، حطينا بقى عليه البصلة وفصين توم. ده الزيادة يعني اللي انا سبته بقى. لكن اللي اتعان ما حطيناش عليها لا بصلة ولا توم ولا اي حاجة خالص، عشان يفضل اخضر زي ما هو. البصلة والثوم والكزبرة والملح بتحطوا وقت ما احنا شغالين. حطينا شوية بيكو صودا صغيرين خالص، ريحة بسيطة خالص. هنا بقى حطينا شوية كزبرة ونعناع كده خضر. واحنا رايحين بقى نقلي بقى. دي بقى هعملها للفول، بصلايه وطماطمايه وفصين توم، بحطهم ني عليه كده زي ما انتم شايفينهم كده. وبنقلبهم في الفول، وما بنعملش حاجه لا تحمير ولا الحاجات اللي هي ايه الحاميه دي. مفيش الا الطعميه طبعا هنحمرها بس. لكن بصلة الفول او التوم ما بنحمرلوش لا بصل ولا توم ولا حاجه، بنعمله ني. وتحطوا بقى عليه زيت زيتون، معلقه سمنه بلدي، زيت حار، اللي انتوا عايزينه بقى على الفول. بس هي احلى حاجه ان انتوا تعملوا الحاجه في البيت يعني. بنعمل الطعميه في البيت، بنسوي الفول في البيت، ونحطه برضو زي ما انا حطيت الطعميه كده، ونحطه في اكياس كده في الفريزر. عايز تنزلي انزلي يا حبيبي.